السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده ما تنسونيش باللايك، ولو كنتوا لسه جداد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان أول ما ننزل أي فيديو جديد يوصل لكم إشعار بأننا نزلنا فيديو جديد. وشكرا ليكم على تعليقاتكم الجميلة والمحفزة دي. ولو عايز تعليق يظهر الفيديو الجاي فانزل دلوقتي اكتب لي تعليق جميل وإن شاء الله الفيديو الجاي يظهره لك. في الفيديو بتاع النهاردة أنا جايب لك لعبة FPS 2022 بجميع الدوريات العربية. موجود الدوري السوري، موجود الدوري التونسي، موجود الدوري المصري، موجود الدوري الجزائري، موجود الدوري الاماراتي، موجود الدوري السعودي، موجود حرفيا كل الدوريات العربيه. وكل الدوريات العربيه يا شباب هتكون باخر الانتقالات وباخر الاطقم. وهنستعرض كل فرق الدوريات العربيه لما نحمل اللعبه. ومش بس الفرق العربيه، هتلاقي برضو موجود منتخبات عربيه، وهنستعرض برضو المنتخبات العربيه لما نحمل اللعبه. واللعبه يا شباب بجرافيكس جامد جدا واحترافي جدا، وارضيات الملاعب في اللعبه دي حاجه عظمه. واللعبه دي يا شباب موجود فيها اوبشن جامد جدا، واللي هو انك تغير القناه طبعا، وتقدر تغير السكور بورد. موجود سكور بوردات كتير جدا، وموجود قنوات كتير جدا هنستعرضها لما نحمل اللعبه. لعبه جامده جدا، وخصوصا ان اللعبه دي يا شباب بتشتغل على كل اجهزه الاندرويد القويه والضعيفه والمتوسطه. واللعبه اوفلاين يعني بدون انترنت. وحجم اللعبه دي مش كبير قوي، واللي هو 300 ميجا بايت. لعبه جامده جدا وان شاء الله تعجبكم. هنستعرض كل حاجه في اللعبه دي لما نحملها، وسايب لك رابط قناه صاحب المود دوت في اول تعليق انا مثبته. ودلوقتي يا شباب خلينا ندخل في طريقه تحميل اللعبه. وفي طريقه تحميل اللعبه دي هنحتاج برنامج اسمه زي ارشيفر. وبرنامج الزي ارشيفر دوت سايب لك الرابط بتاعه في الوصف. انت بعد ما بتحمله من الرابط اللي سابه لك في الوصف هتدخل عليه عادي خالص. برنامج زي ارشيفر هيفتح معاك بالواجهه دي، فهتروح لمجلد اسمه داونلود. هتلاقي الملف دوت، الملف دوت سايب لك الرابط بتاعه في الوصف. فبعد ما بتحمله من الرابط اللي سابه لك في الوصف فبتضغط عليه ضغطه واحده يظهر لك قايمه بالشكل دوت. فانت هتضغط على ثاني خيار في القايمه دي، واللي هو خيار استخراج. هنا هيطلب منك كلمه سر، وزي ما انت شايفين يا شباب كلمه السر ظهر قدامكم على الشاشه. وكلمه السر طويله شويه فانسخها من وصف الفيديو. وبعد ما بتكتب كلمة السر فبتضغط على حسنا، الملف هيبدأ يستخرج معاك بالشكل دوت، ويطول شوية على ما يخلص استخراج. فنستناه على ما يخلص استخراج وارجع لكم. وبعد ما الملف بيخلص استخراج هطلع لك مجلد بالشكل دوت. فهتدخل على المجلد هتلاقي مجلد اسمه اي بي كي، وهتلاقي مجلد اسمه داتا، وهتلاقي مجلد اسمه او بي بي. فبتروح لاول مجلد واللي هو مجلد الاي بي كي، تلاقي جواه ملف اي بي كي بالشكل دوت. فتضغط على ملف الاي بي كي دوت ضغطه واحده يظهر لك قايمه بالشكل دوت. فانت هتضغط على اول خيار في القايمه دي واللي هو خيار تثبيت، هيوديك لواجهه التثبيت. وانت هنا بتثبت ملف الاي بي كي عادي خالص من خلال انك هتضغط على التالي. بعد كده تثبيت ملف الاي بي كي هيبتدي يثبت معاك بالشكل دوت. وملف الاي بي كي هيطول شويه على ما يخلص تثبيت، فنستناه على ما يخلص تثبيت وارجع لكم. وبعد ما ملف الاي بي كي بيخلص تثبيت فبتضغط على تم. بعد كده بترجع وتروح لتاني مجلد معانا واللي هو مجلد الداتا، وبتضغط عليه ضغطه مطوله هظهر لك قايمه بالشكل دوت. فانت هتضغط على خيار قص في القايمه دي. بعد كده هتروح لذاكره الهاتف، بعد كده اندرويد، وهتعمل له لصق من خلال الدايره الخضراء دي. ملف الداتا هيبدا يستخرج معاك بالشكل دوت، وهيطول شويه على ما يخلص استخراج. فنستناه على ما يخلص استخراج وارجع لكم. وبعد ما ملف الداتا بيخلص استخراج فانت بترجع لذاكرة الهاتف مرة تانية، مجلد داونلود مرة تانية، المجلد اللي استخرجناه مرة تانية، وتروح لآخر مجلد معانا واللي هو مجلد الاو بي بي، وبتضغط عليه ضغطة مطولة هظهر لك قايمة بالشكل دوت. فانت هتضغط على خيار قص في القايمة دي. بعد كده انت هتروح لذاكرة الهاتف، بعد كده هتروح لاندرويد وهتعمل له لصق من خلال الدايرة الخضراء دي. الملف هيستخرج بسرعة كبيرة جدا جدا. فبعد كده انت بتخرج من برنامج زي ارشيفر، هتلاقي اللعبة اتحملت عندك بالشكل دوت. ولو واجهتكوا اي مشكله في تحميل اللعبه فرابط الانستجرام بتاعي في وصف الفيديو للتواصل. دلوقتي يا شباب خلينا نستعرض اللعبه وخلينا نفتح اللعبه. بدايه فتح اللعبه هتكون بالشكل دوت. فانت بتنتظر شويه، بعد كده انت هيظهر لك قائمه بالشكل دوت. هتضغط على اوكي، بعد كده هتضغط على الشاشه، وهتضغط على الشاشه مره تانية. اللعبه هتفتح معاك بالشكل دوت وبدون اي مشاكل. ودلوقتي يا شباب خلينا نبدا في استعراض الدوريات. واول دوري معانا يا شباب واللي هو الدوري السوري. وزي ما انتم شايفين يا شباب طبعا كل فرق الدوري السوري موجوده. وصراحه انا يا شباب ما اعرفش اي فريق في الدوري السوري، فخلينا يا شباب نخرج من الدوري السوري ونروح يا شباب للدوري اللي بعد كده واللي هو الدوري السعودي. وهتلاقي كل فرق الدوري السعودي موجوده. موجود هنا يا شباب طبعا نادي الهلال، موجود يا شباب طبعا نادي الاتحاد، موجود يا شباب نادي الاهلي السعودي، موجود نادي احد، موجود كل فرق الدوري السعودي. والفرق اللي قلت لك عليها دي هي الفرق اللي اعرفها في الدوري السعودي. فخلينا يا شباب نخرج من الدوري السعودي ونروح يا شباب للدوري المصري. والدوري
الدوري المصري الدرجة الثانية. زي ما انت فين يا شباب كل فرق الدوري المصري الدرجة الثانية موجودة. عندنا يا شباب نادي الداخلية، عندنا نادي حرس الحدود، عندنا يا شباب نادي مصر، عندنا نادي طنطا، عندنا نادي النصر. فخلينا يا شباب نخرج من الدوري المصري الدرجة الثانية ونروح يا شباب للدوري اللي بعد كده واللي هو الدوري التونسي. زي ما انت شايفين يا شباب كل فرق الدوري التونسي موجودة، وما اعرفش غير فريقين طبعا في الدوري التونسي، اللي هو نادي طبعا الترجي التونسي، الفريق الثاني واللي هو يا شباب فريق النجم الساحلي. فخلينا يا شباب نخرج من الدوري التونسي ونروح يا شباب للدوري اللي بعد كده واللي هو الدوري المغربي. وهتلاقي طبعا كل فرق الدوري المغربي موجودة. عندنا هنا يا شباب طبعا نادي نهضة بركان، وعندنا يا شباب طبعا نادي الوداد، وعندنا نادي الرجاء. الثلاث فرق دولت بس اللي اعرفهم في الدوري المغربي. فخلينا يا شباب نخرج من الدوري المغربي ونروح يا شباب للدوري اللي بعد كده واللي هو الدوري الاماراتي. والدوري الاماراتي ما اعرفش فيه غير فريق واحد واللي هو يا شباب طبعا فريق العين. بس زي ما انتم شايفين يا شباب كل فرق الدوري الاماراتي موجوده عندنا بدون اي مشاكل. فخلينا يا شباب نخرج من الدوري الاماراتي ونروح يا شباب للدوري اللي بعد كده واللي هو الدوري القطري. وزي ما انتم شايفين يا شباب طبعا كل فرق الدوري القطري موجوده، وما اعرفش غير فريق طبعا الدحيل والفريق الثاني واللي هو النادي السد القطري. فخلينا يا شباب نخرج من الدوري القطري ونروح يا شباب للدوري اللي بعد كده واللي هو الدوري الجزائري. موجود يا شباب طبعا هنا كل فرق الدوري الجزائري، ما اعرفش طبعا غير فرقتين بس واللي هو فريق مولودية الجزائر وفريق طبعا وفاق ستيف. فخلينا يا شباب طبعا نخرج من الدوري الجزائري ونروح يا شباب للدوري اللي بعد كده واللي هو الدوري المصري الدرجة الأولى. عندنا هنا يا شباب النادي الأهلي، طبعا عندنا نادي الاتحاد السكندري، وعندنا أسوان، وعندنا البنك الأهلي، وعندنا غزل المحلة، وعندنا الجونة، وعندنا يا شباب طبعا اللي هو المصري، وعندنا سيراميكا كليوباترا، وعندنا هنا يا شباب إنبي، وعندنا يا شباب طبعا الإنتاج الحربي، وعندنا الإسماعيلي، وعندنا مصر المقصة، وعندنا طلائع الجيش، وعندنا سموحة، وعندنا بيراميدز، وعندنا هنا يا شباب نادي المقاولون، وعندنا وادي دجلة، وعندنا آخر فريق معانا واللي هو فريق الزمالك. وكده يا شباب أكون استعرضت لكم فرق الدوريات العربية، وخليني دلوقتي يا شباب أسيبكم مع استعراض أطقم فرق الدوريات العربية. وزي ما انت شفت يا شباب فرق الدورات العربيه باخر الاطقم. خلينا دلوقتي يا شباب نروح نستعرض المنتخبات، واول منتخبات هنستعرضها واللي هي المنتخبات العربيه الموجوده في قاره افريقيا. لو دخلنا هنا هنلاقي طبعا المنتخبات العربيه الموجوده في قاره افريقيا. عندنا منتخب الجزائر والمنتخب اللي بعد كده واللي هو منتخب مصر، وهنا يا شباب عندنا منتخب المغرب، ونروح لاخر منتخب معانا واللي هو المنتخب التونسي. ونخرج يا شباب من المنتخبات العربيه الموجوده في قاره افريقيا، ونروح دلوقتي يا شباب للمنتخبات العربيه الموجوده في قاره اسيا. زي ما انتم شايفين قدامكم يا شباب هنا طبعا عندنا منتخب العراق، وعندنا منتخب سوريا، وعندنا منتخب السعوديه. زي ما انتم شايفين قدامكم يا شباب دي المنتخبات العربيه الموجوده في قاره اسيا. فخلينا دلوقتي يا شباب نخرج ونروح يا شباب نجرب الجيم بلاي الخاص باللعبه. فلكن يا شباب طبعا هنختار مثلا الدوري المصري ونختار النادي الاهلي، ونخرج هنا يا شباب طبعا من الدوري دوت ونروح يا شباب للدوري القطري ونختار نادي الدحيل. وهنا يا شباب طبعا عندنا اطقم الفرق، واطقم الفرق دي شفتوها من شويه. فخلينا يا شباب نضغط على كونتينيو ونبدا المباراه.
وهنا يا شباب زي ما انتم شايفين اهو دخلنا على الجيم بلاي الخاص باللعبه، وزي ما انتم شايفين يا شباب الجرافيكس الاسطوري الخاص باللعبه، زي ما انتم شايفين يا شباب ارضيه الملعب شكلها احترافي جدا، والازرار بتاعه التحكم زي ما انتم شايفين يا شباب ازرار احترافيه جدا، زي ما انتم شايفين يا شباب جيم بلاي احترافي جدا. دلوقتي يا شباب خليني اقول لكم ازاي تغيروا السكور بورد الخاص باللعبه والقناه. فعشان تغير القناه فتضغط على المكان اللي عامل لك عليه سهم دوت مرات كتير كده، هيوقف اللعب ويظهر لك قائمه بالشكل دوت، وهتلاقي طبعا 3 خيارات بالشكل دوت. اول خيار دوت اللي هو الشانل، واللي هو طبعا الخاص بالقناه، لو ضغطنا عليه هنلاقي قنوات كتير جدا. دي طبعا يا شباب طبعا كل الخيارات دي كلها قنوات، كل خيار فيهم خاص بقناه. فاول خيار دوت طبعا لو ضغطنا على علامه العين هنلاقي طبعا قناه اون تايم، فخلينا يا شباب نخفي قناه اون تايم ونروح للقناه اللي بعد كده، واللي يا شباب طبعا القناه دي صراحه ما اعرفهاش، والقناه اللي بعد كده برضه يا شباب ما اعرفهاش، والقناه طبعا اللي بعد كده واللي يا شباب طبعا قناه سكاي سبورت، والقناه اللي قبل الاخيره معانا واللي هي قناه طبعا ابو ظبي الرياضيه، والقناه الاخيره معانا واللي هي يا شباب قناه بين سبورت زي ما انتم قدامكم. فخلينا يا شباب طبعا نخلي قناه اون تايم سبورت زي ما انتم شايفين يا شباب، هي طبعا اول قناه. بعد كده يا شباب هنرجع ونروح للخيار اللي بعد كده واللي هو خيار سكور بورد. هتلاقي طبعا سكور بوردات كتير جدا. عندنا يا شباب طبعا اول سكور بورد اللي هو الخاص طبعا بقطر زي ما انتم شايفين يا شباب كاس العالم قطر، تمام. وتاني سكور بورد صراحه ما اعرفوش، وتالت سكور بورد معانا يا شباب طبعا واللي هو الخاص طبعا بكاس افريقيا، ورابع سكور بورد دوت يا شباب طبعا الخاص بالدوري المغربي، وسكور بورد طبعا اللي قبل الاخير معانا زي ما انتم شايفين يا شباب اهو قدامكم، وصراحه ما اعرفوش، تمام. خلينا يا شباب طبعا نخفي السكور بورد دوت ونرجع ونروح يا شباب لاخر خيار معانا، وبرده اخر خيار معانا دوت برده خاص بسكور بورد. اول سكور بورد دوت طبعا معانا برده صراحه ما اعرفوش، وسكور بورد الثاني اللي هو طبعا الخاص بكاس العالم للانديه قطر 2021، وسكور بورد اللي قبل الاخير معانا واللي هو سكور بورد قناه طبعا اون تايم سبورت. خلينا يا شباب نخلي طبعا سكور بورد الخاص بقناه اون تايم، فزي ما انتم شايفين قدامكم شباب اوبشن جامد جدا، تمام. فعشان طبعا تشيل القايمه فبترجع وبترجع مره ثانيه هتلاقي اللعبه اشتغلت معاك بالشكل دوت وبدون اي مشاكل. فبس يا شباب كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش باللايك، ولو كنتوا لسه جداد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار باننا نزلنا فيديو جديد. رابط الانستجرام بتاعي في وصف الفيديو للتواصل. يلا يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي ليكم، سلام.